هدوقه معاكم دلوقتي. ما شاء الله. أها. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الفيتامينات والعناصر الغذائية إن شاء الله إن شاء الله هتاكلوها بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي، قناة نانا هوم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض قرنبيط. القرنبيط وصفاته ما بتخلص، ما بيقفش عند التحمير ولا بيقف عند الصينية في الفرن ولا بيقف عند اي حاجة تانية. هعمل معاكم النهاردة القرنبيط بربع كيلو لحمة مفرومة وبالجزر وبالكرفس وبالطماطم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف معانا ايه. طبعا القرنبيط أكلة شتوية زي ما احنا قلنا، زي الكرنب وزي القلقاس وزي السبانخ. تمام، فأكلة موسمية، يعني ايه نعملها في الموسم بتاعها، ولو عايزين ايه نفرزن في الفريزر نفرزن. تمام كده. هنشوف معانا ايه. معانا قرنبيط مسلوق 3/4 سوا، واسمه ايه ده وايه ومقطعاه صغير كده. يعني بتقصري العود بتاعه شوية وايه وبتقطعيه تقطيعه كده صغيرة. تمام كده. ومعانا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعانا حوالي 3 جزرات متقطعين نص دايرة ودايرة صغيرة ونص دايرة. تمام، التقطيع اللي تعجبك يعني. ومعانا بصلاية متوسطة مبشورة، ومعانا توم مفروم، ومعانا 2 مكعب ماجي مرقة لحمة. وهنستعيد عنهم يعني هنستعيد عن الملح بيهم. وعندنا كرفس مقطفاه عشان الزهرة بتاعته تكون زهرة كده. وعندنا بابريكا وكمون وفلفل اسود وسكر. وعندنا معلقة صلصة كبيرة، وعندنا 5 طماطمات مضروبين في الخلاط. تمام كده. القرنبيط طبعا احنا في فيديو قبل كده جبنا ازاي بتسلقيه وكده. بتحطي ميه على البوتاجاز وبتضيفي لها شويه كمون وشويه سكر وشويه ملح وعود قرفه. الكمون علشان الانتفاخات، وعود القرفه عشان ما يعملش ريحه يعني جامده في البيت وكده، تبقى ريحه القرفه هي اللي غالبه عليه. تمام. دلوقتي هنشوف اول حاجه هنعملها مع بعض ايه. دلوقتي اضفنا المادة الدهنية بتاعتنا، السمنة والزيت او اي مادة دهنية متاحة عندك. هنضيف البصل نشوحه شوية. بس البصلة بتاعتنا اصفرت شوية هنضيف لها الثوم المفروم او المهروس. الريحة جميلة جميلة جدا من قبل ما نعمل اي حاجة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. تمام كده. دلوقتي هنضيف اللحمة المفرومة بعد ما الثوم والبصل اتشوحوا شوية. هنضيف ربع كيلو اللحمة المفرومة. ان شاء الله هيعمل لنا وجبة ما شاء الله تكفي عدد كبير ان شاء الله. وهنعمل جنبيها رز بالشعرية. تمام كده. دلوقتي اللحمة المفرومة بتاعتنا دخلت في السوا اهي. هنضيف لها بقى التوابل بتاعتنا، السكر والكمون والفلفل الاسود والبابريكا و2 مكعب ماجي فيهم، هم دول بيأدوا الغرض يعني. وبتلاحظوا انتوا في اغلب الاكلات يعني لما بحط ماجي ما يعني بحاول ما احطش ملح بصراحه. دلوقتي هنضيف الجزر عشان ايه يستوي شويه ويتشوح كده مع اللحمه المفرومه. اخر حاجه هنضيفها القرنبيط. ليه؟ لانه مستوي 3/4 سوا، يعني محتاج ربع بس، او بيبقى في الاخر وخلاص. يعني بياخد ايه الطعم بتاع الصلصه وبياخد كل حاجه، هو بيتحط اخر حاجه. خلاص الجزر بتاعنا دلوقتي حوالي 3/4 سوا. هنضيف الطماطم. تمام كده. تغلي غلوتين 3 كده
ودلوقتي هنضيف الايه صلصة الطماطم. تمام، وهنغطي عليها لغاية ما نضمن ان الجزر استوى كويس. وبعد كده اخر حاجة هنضيف الايه القرنبيط والكرفس. اهو نغطي عليها دلوقتي. خلاص كده الصلصة غليت كام غلوة كده، والجزر خلاص دخل في السوا، خلاص دقته الحمد لله. هنضيف الايه القرنبيط، هنقلبه كويس مع الجزر واللحمة المفرومة. تمام كده. انا ضفت له شوية مية عشان الصلصة يعني تبقى مغطياه، بس الصلصة مش اكتر من كده. مش عايزينه يبقى عايم كده في الصلصة، لا، عايزة الصلصة بتاعته تبقى ايه متسبكة وايه وقريبة كده. تمام كده. هنسيبه بقى يغلي غلوتين 3 كده وبعد كده نشوف. خلاص كده اخر حاجة هنضيفها الكرفس. خلاص اضفنا الكرفس ونقلبه تقليبة كده. خلاص كده هنطفي على القرنبيط بالجزر والكرفس واللحمة المفرومة، هنطفي عليه البوتاجاز وكده تمام ونغرفه. بصوا ما شاء الله لما طفيت عليه، بصوا الشكل الجميل والالوان الجميلة، اورنج مع احمر مع اوف وايت، القرنبيط اوف وايت مع اصفر مع اخضر، مع اخضر لون الكرفس الجميل. يعني وجبة جميلة 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 فيها كل العناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها. تمام. انا هغرفه بقى. انا خلاص غرفت القرنبيط، بصوا الجمال. وعملت معاه رز بالشعرية، وبتقدمي معاه مخلل، تقدمي خس، تقدمي جرجير، تعملي سلطة اللي انت عايزاه. تمام كده. جربوه ان شاء الله، ان شاء الله هيعجبكم وهتاكلوه بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد.